الزين؟ عشان العيال مش راضيين يركبوا عشان ما دفعناش فلوس. بس كده هو ده اللي مزعلكم؟ اتفضلوا 50 جنيه وما تتأخروش. العيال ضحكوا علينا وخدوا الفلوس ومش علقوا زينة قدام بيتنا. معلش يا محمد، تعالى شوف عيال الجيران ضحكوا على بناتك. ضحكوا عليهم ولا يهمكم، انا هجيب لكم احلى زينه نعلقها في البيت والشارع. يا لولو بنات تعالوا، جبت لكم زينه رمضان. اللهم صل على النبي، ده اكبر فانوس في مصر ده ولا ايه؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ الله الفلوس عليه اسمي. الله، كل سنه وانتم طيبين. ورمضان بيجي الا مره في السنه، يلا بقى عشان نعلق الزينه، يلا بينا. يلا. شدي من عندك شويه يا لولو. حلو كده؟ حلو قوي. بس الزينه دي كتير قوي يا محمد، هنعمل بيها ايه دي كلها؟ مالكيش دعوه، انت مش كل سنه نفسك في خيمه رمضانيه؟ قصدك اروح اتسحر في خيمه رمضانيه؟ انا بقى هعمل لك خيمه لحد عندك، روحي اعملي لي كوبايه شاي عقبال ما خلصت لك الحاجات دي كلها. اتفضل يا اسطى محمد. الله، ايه الجمال ده كله؟ بس كفايه قوي يا محمد، ده انتوا خليتوا الشقه زي المولد. وسطى، انت شايفاني معلق القلم في وداني يا لولو؟ انت فين ده كله؟ طفشان عشان مش تعملي لي الزينه معانا؟ كل ده بتعملي الشاي؟ يلا بينا عشان نعلق الفانوس. ولسه فانوس كمان؟ والفانوس ده بقى هنعلقه قدام باب الشقه ولا في البلكونه؟ نسيت اقول لك بقى، انا هعمل الجديد، هنعلقه هنا، الناس تقعد تتفرج عليه واحنا لا. يا بنات تعالوا جبتلكوا اللي نفسكوا فيه. نعم يا ماما. انتي كان نفسك في ايه؟ طمطم. جبتلك طمطم، كل سنه وانتي طيبه. وانتي يا هدى؟ بكو. جبتلك بكار، كل سنه وانتي طيبه. اجروا. الا صحيح يا محمد، نعم يا لولو. الا انت جبت فلوس الزينه دي منين؟ ايه رايك يا لولو في الستاره دي؟ اه هي جميله بصراحه، بس ما ردتش على سؤالي برضه. بص يا لولو، انا فتحت الحصاله. الحصاله اللي بدبق فيها بقالي سنتين؟ فدا عيالك، تعالي بقى انا لقيتك مكان نعلق فيه الستاره دي، تعالي بس. اروح منك فين بس؟ ايه رايك بقى يا لولو في الستاره مكانها هنا؟ بصراحه 10/10، حته ستاره كده والزينه كلها جميله. وكل سنه وانت طيب بقى، وعقابا ليك عشان فتحت الحصاله هتجيب طلبات رمضان. حسبي الله ونعم الوكيل. كل سنه وانتم طيبين يا بنات. قولوا لي بقى في الكومنتات، عجبتكم الزينه بتاعت رمضان ولا لا؟